النهارده بقى جايبه لكم وصفه مميزه جدا، لاننا هنعمل كيكه امهاتنا بتاع زمان اللي ريحتها كانت بتقلب البيت كله. اخف واطرى كيكه هتجربوها، مساماتها ضيقه وخفيفه زي القطن، وفوق كده كمان سكرها مظبوط جدا ومش بتلزق في البق. انا متاكده بقى ان من جمالها لو جربتوها مره هتعتمدوها عندكم وهتنسوا اي كيك جربتوه قبل كده. تابعوا معايا الفيديو للنهايه وان شاء الله تستفادوا. مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدا فيديو النهارده، لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. تعالوا على طول نشوف الطريقه والمقادير. المكونات بتاعتنا النهارده بسيطه جدا وما فيهاش اي تعقيد خالص. هنحتاج 3 بيضات في حراره الغرفه، بنطلع البيض قبلها بحوالي 10 دقايق كده من التلاجة وبنسيبه لحد ما ياخد حراره الجو. هنزود على البيض رشه ملح صغيره جدا عشان تظبط الطعم، وهزود عليها كمان نص معلقه صغيره من الفانيليا او ظرفين من الفانيليا. وهنبدأ نقلب البيض والفانيليا كويس مع بعض. بيفضل دايما واحنا بنعمل الكيك نستخدم فانيليا بودر مش فانيليا سايلة، لان الفانيليا السايلة ممكن تغمق معانا الكيك شوية. هنزود على البيض كوباية سكر وهنبدأ نقلب كويس جدا حوالي 5 دقايق كده لحد ما نوصل لقوام كريمي، ولون الخليط ده يتحول للون فاتح وكمان القوام بتاعه يبقى هش. في المرحلة دي كمان ينفع نستخدم المضرب الكهربائي وينفع كمان نستخدم الخلاط. بنحط كل المكونات بتاعتنا في الخلاط ما عدا الدقيق والبيكنج باودر. هنقلب بقى كويس لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. هنوقف تقليب وهنضيف نص كوباية زيت، ولازم بقى نستخدم زيت يكون لونه فاتح وملهوش اي ريحة خالص، لان ريحة الزيت طبعا بتأثر على طعم وريحة الكيك بتاعنا. هنضيف بقى الزيت ونبدأ نقلب كويس جدا. دلوقتي هضيف كوباية من الحليب الدافي، ولازم الحليب اللي نستخدمه يكون دافي، يعني ما يكونش بارد ولا ساخن. وهضيف كمان بشر ليمونة. بشر الليمون بيدي نكهة حلوة جدا في الكيك وبيضيع زفرة البيض خالص. في المرحلة دي لازم نقلب كويس جدا عشان السكر لو ما دافش في الاول مع البيض بيدوب في الوقت ده. عايزه اقول لكم بقى ان الريحه كانت طالعه حلوه جدا في الوقت ده بسبب بشر الليمون اللي احنا ضفناه. وما تقلقوش خالص، مش بيمرر الكيك ولا بيعمل له اي حاجه، يا دوب بس بيدي نكهه حلوه وكمان بيشيل زفاره البيض. هنبدأ بقى نضيف الدقيق. هحتاج النهاردة 2.25 كوباية دقيق فاخر. الدقيق نخلته مرتين قبل الاستخدام. في الأول هضيف نص كمية الدقيق، وهضيف عليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر وزنها 16 جرام، أو هنضيف ظرف بيكنج باودر كامل وزنه 16 جرام. وهنبدأ نقلب المكونات مع بعض في اتجاه واحد بالشكل ده، ولازم نقلب في اتجاه واحد عشان منخرجش الهواء اللي بيدخل جوه عجينة الكيك. اول ما المكونات بتختلط مع بعض كويس وكل الدقيق اللي قدامنا ده بيختفي، هنوقف بقى تقليب ونبدأ نضيف كمية الدقيق الباقية. هنضيف باقي كمية الدقيق وهبدأ اقلب مرة تانية في نفس الاتجاه. بالنسبة لحجم الكوباية اللي انا استخدمت كوباية معيارية بحجم 250 مللي، ونقدر كمان نستخدم اي كوباية عصير متوفرة، بس اهم حاجة نعاير كل المكونات بنفس الكوباية. اخر بقى مكون واهم مكون معانا النهارده هيكون 2 كبار من عصير الليمون. هيدوا بقى للكيك بتاعنا نكهه حلوه، وكمان بيفتح الكيك وبيخليه هش اكتر ومرتفع اكتر. هضيف عصير الليمون وابدا اقلب كويس جدا لحد ما كل المكونات تختلط مع بعض. كده خلاص الكيك بتاعنا بقى جاهز، ما خدش مني اي وقت خالص. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ القوام هيكون متوسط بالشكل ده، مش تقيل ولا خفيف. هاخد بقى الاسباتيولا وانزل جوانب الطبق، وكمان هحاول اقلب من تحت لفوق كده عشان نتاكد ان مفيش اي دقيق مترسب معانا تحت. دلوقتي هجهز صينيه مقاس 25 في 30، هبطنها كويس جدا بماده دهنيه ودقيق، ويفضل ان احنا نبطنها بزبده ودقيق، لاننا لو بطنا الصينيه بزبده الكيك هيطلع معانا من الصينيه بمنتهى السهوله ومش هيلزق خالص. لو هتستخدموا بقى صينيه مدوره هتستخدموا صينيه مقاس 28. هحط خليط الكيك في الصينية، وهاخد الصينية اخبطها قدامي خبطتين 3 عشان لو فيها اي فقاقيع هوا تخرج منها. تعالوا بقى لاخر مرحلة وهي مرحلة التسوية. الكيك بيدخل فرن سخن على درجة حرارة 180. هنحطه في الرف الوسطاني والفرن هيكون شغال من تحت بس. هياخد معانا تقريبا من 40 ل 45 دقيقة بالظبط وهنلاقي الكيك استوى. اهم حاجة مش بنفتح عليه باب الفرن خالص وقت التسوية. وفي الاخر خالص لو الكيك ما اخدش لون ذهبي من فوق بنولع عليه الشوايه اقل من دقيقه عشان ياخد لون ذهبي من فوق. بيطلع بقى معانا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. الكيك هش وطري جدا وعامل زي النايتي بالظبط. وفي الاخر خالص هزينه كده بشويه من عسل النحل او شويه مربى ورشه كده من جوز الهند.
حابين بقى تستغنوا عن الخطوة دي براحتكم، حابين تعملوها براحتكم. تعالوا بقى نقطعه كده مع بعض ونشوفه عامل ازاي من جوه. شايفين بقى شكلها حلو قد ايه؟ طرية جدا وهشة وطعمها في منتهى الجمال، لونها فاتح جدا من جوه وسكرها مظبوط وما فيهاش اي ريحة زفارة خالص. عايزة اقول لكم بقى ان الكيك ده من اخف واطرى انواع الكيك اللي هتجربوها، ولو جربتوها مرة من جمالها هتعتمدوا الوصفة عندكم على طول. هسيب لكم كل المكونات مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. وبس انا كده خلصت فيديو النهاردة، بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.